انا عاوزك تعرف ان الانمي ده جامد جدا وممتع بطريقة مش طبيعية، ولكن بدايته طويلة شوية، فركز معايا ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الانمي بتاعنا مع شاب اسمه ليون قاعد بيلعب كده لعبة اسمها لعبة الأوتومي، ولكن كان ليون متضايق من اللعبة جدا، وده علشان هو مش عاوز يلعبها اصلا، ولكن اخته قالت له انت لازم تخلص لي اللعبة دي علشان ارسم قدام زمايلي، والا هقول لامك على اللي انا شفته. حالته صعبة جدا وشكل اخته ماسكة عليه زلة. المهم ليون بيفضل يلعب لعبة الأوتومي ليل نهار علشان يخلصها، وبيكتشف ان في اللعبة دي البنات هم المسيطرين على الرجالة، وان اللعبة دي تنفع بس للبنات. ولكن بعد 4 ايام بلياليهم بيخلص ليون اللعبة فعلا. علامات الارهاق بانت على وشه وقال انا طالع اجيب اكل من بره. راح علشان يجيب اكل فعلا، ولكن هنا كانت المفاجأة. حس انه دايخ على السلم كده ووقع من عليه ومات. يا نهار ابيض على النحس يا جماعة، يعني بعد ما اخيرا خلص اللعبة مات؟ منحوس والله. المهم بعد ما ليون بيموت بيصحى يلاقي نفسه جوه لعبة الأوتومي، لا وفي جسم طفل صغير. بيتصدم ليون كده وبيكون هيعيط من اللي بيحصل له. بيرجع على بيته بعد ما ابوه وامه بياخدوه من الجنينة، وبيلاقي عجوز شمطاء مستنياه هناك كده، وبتزعق وبتقول لهم انتم لازم تربوا الولد ده، ما فيش منه اي منفعه، تقصد ليون بالكلام يعني، والست دي تبقى صديقه مرات ابو ليون، واتجوزت ابوه شفقه منها، علشان كده بتعاملهم زي الكلاب. المهم ليون بيرجع على البيت وبيبدا يفكر في كل حاجه عن اللعبه، بيدون كل اللي يعرفه عن اللعبه في مذكره، وبيدرب جسمه علشان الحروب اللي هتحصل وكده. وبعد فتره بيكبر ليون، بتجيب له العجوز عروسه علشان يتجوزها، فبيتصدم ليون وما بيرضاش يوافق، وبيقول لها انت عاوزاني اتجوز واحده عندها 50 سنه ومطلقه 7 مرات ليه؟ انت شايفاني مهندس؟ فبتقول له العجوز انا مش شايفاك اصلا، وهتتجوزها بالعافيه، وده علشان ليون فقير ومعهوش فلوس للتعليم. فبيقول لها ليون انه لو المشكله الفلوس فهو هيحلها، وبياخد ليون سفينه ابوه المذكره وبيطلع على مكان سري في اللعبه. يا ابن الغداره. ليون بيوصل فعلا وبيدخل للمكان من خلال بوابه هوائيه بتشفطه كده. بيدخل على المكان السري وبيبدا يقتل في الروبوتات اللي بتقابله لحد لما بيلاقي لوكسيون، وده بقى كان روبوت اشتراه لما كان بيلعب اللعبه في العالم بتاعه. بيدخل ليون على السفينه علشان يفعلها، ولكن وهو هناك بيطلع له روبوت قوي جدا علشان يمنعه ياخدها، بس ليون بيضربه بالقنابل اللي معاه علشان يقتله. بس الروبوت بيكون قوي جدا وبيقدر انه يمسك ليون، وبيبدا انه يعذب في ليون، ولكن ليون بيطلع سيفه وبيحدفه في وش الروبوت وبيخلص عليه. بيروح ليون على وحده التحكم وبيستولي عليها فعلا، ولكن كان جسمه بقى مليان جروح من اثار الضرب. وبعدها بيقع ليون على الارض. بتطلب السفينه اسم من ليون وبيسميها لوكسيون، وبعدها بيغمى على ليون، ولكن لوكسيون بيتعرف على الاصابه وبيعالجه منها. وبعد 3 شهور بتكون العجوزه دي قاعده وشمتانه في عيله ليون، وبتقول لهم انه زمانه مات بعد كل الفتره دي او هرب منكم، ولكن لسه ما كملتش الكلام وبيسمع الكل صوت طياره بره. بيطلعوا فعلا وبيتفاجئوا من ليون وكميه الكنوز اللي معاه، واللي طبعا قدر يجيبها بفضل لوكسيون ومساعدته ليه. بعدها بيرفض ليون عرض الجواز بشكل رسمي، وبيدخل على الاكاديميه علشان يدرس ويتعرف هناك على فتاه احلامه، ومن هنا بتبدا متعه الانمي. وتاني يوم بيكون ليون بيسقي الورد في الحديقه، وبيفتكر شكل العجوزه بعد ما جاب فلوس كتيره وصدمها، وكان في قمه السعاده. لوكسيون هو كمان ساعده في انه يتعرف على جزيره غير مأهوله علشان يبني له فيها قصر وشويه ينابيع سخنه. ولكن لما بيرجع ليون على البيت ابوه بيقول له انه تم تعيينه كبارون نتيجه لانجازاته، والمفروض كده ليون يتجوز واحده من الاكاديميه في رتبه العجوزه مرات ابوه. فبيتصدم الواد يا عيني جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. المهم بيروح ليون على المدرسه علشان يمشي دنيته. وبالمناسبه كانت لعبه الأوتومي بتبدا مع بدايه المدرسه، يعني مع وقت ليون. بيمشي ليون في المدرسه وبيلاقي البنات عامله من الولاد خواتم في صوابعها، فبيصعب عليه نفسه وبيقول يا رب سترك. بعدها ليون بيشوف الامراء في المدرسه، والمفروض ان هم دول ابطال اللعبه، وبيقول في باله شكلهم يضايق حتى بعد 15 سنه. وبيعدي اول يوم في المدرسه، ولكن ليون وهو ماشي بيشوف بنت بتضرب الامير على وشه. بعدها بيقول لها الامير انها مش زي البنات وبيعجب بيها، وده طبعا كان مشهد اجباري في اللعبه. بس ليون حس بحاجه غريبه علشان دي مش هي البطله الحقيقيه. ليون بدا يحس ان في حاجه غلط في اللعبه. المهم بيروح يذاكر شويه علشان يعدي اليوم. بيجي له لوكسيون وبيقول له انه لف في المدينه هنا وعرف عنها حاجات كتيره. بعدها بيروح ليون يقعد مع اصحابه علشان يشوف حد فيهم لقى بنت تحبه ولا ايه، ولكن مفيش حد كان بيعبرهم، وده على عكس الامير واصحابه. كل البنات بتتلم حواليهم وعاوزين يصاحبوهم. بيبص ليون عليهم وبيشوف انجيليكا خطيبه الامير وهي بتحاول تكلمه، ولكن الامير بيعملها بطريقه مش كويسه وبيقول لها انها مجرد خطيبته مش اكتر. بعدها بينادي الامير على البنت اللي كانت ضرباه بالقلم، وبيقول لها انا اسف لو انجيليكا كانت ضايقتك في الكلام. وبالمناسبه البنت دي اسمها ماري. بعدها بيطلب منها الامير تنضم معاهم
على حفلة الشاي علشان يتكلموا اكتر، فبتوافق. ليون كان بيبص عليهم كده وحاسس ان في حاجة غريبة بتحصل. بعدها ليون بيروح على الفصل علشان ياخد محاضرة عن حفلات الشاي واهميتها، وفي الاول كان ليون مش مهتم بالكلام ولا اللي بيتشرح، ولكن بعد ما المعلم كلمه ليون اتحمس جدا لحفلات الشاي وبقى بياخد المعلم قدوة ليه. وبعد المحاضرة ليون عمل حفلة شاي ودعا فيها بنت علشان يتعرف عليها، ولكن البنت جت وجابت صحابها معاهم وخدامهم واكلوا الاكل كله وشربوا الشاي وعملوا ليون زي الخدام بالظبط، وبعدين سابوه ومشوا. ليون وقف مع نفسه كده وقال في باله لسه قدامي كتير يا معلمي. بعدها ليون بيسمع صوت شويه من البنات وهم بيتنمروا على بنت في الطرقه، بيقطعوا ورقها وبعدين بيسيبوها تعيط وبيمشوا. ليون كان بيبص عليها وعرف ان دي بطله اللعبه اوليفيا، وما كانش عاوز يتدخل في قصه اللعبه الاصليه، ولكن البنت صعبت عليه وعزمها على حفله الشاي بتاعته. اوليفيا كانت قاعده محروجه جدا من كل حاجه، وليون كان بيقارن ما بينها وما بين البنات التانيه وبيقول في باله اهي دي البنات ولا بلاش. بعدها بيسال ليون اوليفيا عن سبب تنمر العيال عليها، فبتقول له ان ده بسبب انها من عامه الشعب وجايه هنا بمنحه ومش زيهم من النبلاء وكده. فبياخدها ليون على اخته علشان يعرفها هتتعامل ازاي هناك، وبتكون اخت ليون بتتعامل معاه بحقاره جدا، ولكن بتوافق تقول لها على نصيحه ليها علشان ليون كان عطلها فلوس كتيره لما جاب كنوز وكده. وبعدها بتروح اوليفيا على انجيليكا علشان تنضم معاها، ودي كانت نصيحه اخت ليون ليها، وده بسبب انها بنت الضوء ومعروف انها اعلى رتبه للنبلاء في الفصل بعد الامير واصحابه. بتدخل عليها اوليفيا فعلا وبتتكلم معاها، بترحب بيها وبقوا في قمه السعاده. وفي نهايه اليوم بيتجمع الطلاب علشان ينزلوا يبحثوا في الدماس، وبيكون كل الطلاب بيبصوا لليون واوليفيا على انهم دروع بشريه هتحميهم مش اكتر. ومن ناحيه تانية انجيليكا كانت راحت على الامير علشان تبعد ماري عنه، بتقول لها انت منزلتك الاجتماعيه مختلفه عن الامير ولازم تبعدي عنه. بس ماري بتمسك في دراع الامير وبتتحمى فيه، ووقتها بيسال ليون اوليفيا اذا كانت تعرف ماري ولا لا، فبتقول له اوليفيا انها بنت رجل فقير كانت بتتعرض للتنمر هي كمان. بعدها بيجي اصدقاء الامير وبيدافعوا عن ماري كلهم، وبعدين بيدخلوا الدماس. وليون في الوقت ده كان بدا يحس ان في اختلاف ما بين اللعبه واللي بيحصل قدامه، وبعدها بيدخل هو واوليفيا على الدماس علشان يكتشفوه. بيقابلوا شويه عناكب سحريه كده، ولكن ليون بيخلص عليهم كلهم. بتتصدم اوليفيا من قوته، ولكن بيهجم عليهم وحش تاني وبيجرح دراع ليون قبل ما يقتله، ولسه ما لحقش يفوق وبيلاقي عدد كتيره من الوحوش ظهرت هي كمان. ولكن فجاه بتدخل الامير واصحابه علشان يواجهوهم، بيقتلوا الوحوش كلها فعلا وباين عليهم الثقه في مهاراتهم. انجيليكا كانت واقفه وشايفه كل اللي بيحصل. الامير بعد قتله على اخر وحش كانت عور من دراعه، ولكن ماري راحت عليه علشان تعالجه بسحرها. وانجيليكا كانت قلقانه على الامير وراحت هي كمان علشان تعالجه، ولكن الامير بعدها عنه واخد ايد ماري وبعدين مشى. وكانت انجيليكا في قمه الاحراج من اللي حصل. ومن ناحيه تانية كانت اوليفيا بتعالج ليون من اصاباته هو كمان، وكانت فرحانه جدا انها افادت ليون في الدماس. بس ليون ما كانش عاوز يتدخل في القصه، فكان بيحاول ما يقربش من اوليفيا على قد ما يقدر، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بياخد 2 من البنات اللي شغاله عند انجيليكا كتب ماري ويحرقوها، ولما بيعرف الامير باللي حصل بينده على انجيليكا علشان يعاقبها، بس انجيليكا بتقوله انها ما تعرفش انهم عملوا كده اصلا. ولكن الامير ما بيصدقهاش برضه، وبيطلب منها ما تقربش من ماري تاني ولا منه هو شخصيا. وقتها انجيليكا عينيها دمعت وبقت في قمه الحزن. ومن جانب تاني كان ليون قاعد مع الاتنين صحابه، واحد منهم بيقول البنتين اللي كانوا بيعاملونا كويس اتخطبوا وما عادش غير البنات اللي بتعاملنا زي الكلاب. وبيسالوا ليون هو كمان عن علاقاته، وبيقول لهم انا زيكم بالظبط، بعمل حفلات شاي وما حدش بيعبرني. بعدها بيتكلم العيال على الحادثه اللي حصلت مع الاميره وخطيبته، وانه كل ده بسبب ماري وكده. في وقتها ليون استغرب كده وقال المشكله دي حصلت قبل ميعادها الحقيقي، وشكل ماري دي وراها حوار. وبالفعل ليون بيروح على اوليفيا وبيسالها عن ماري اذا كانت تعرفها او اتعاملت معاها قبل كده. وقتها اوليفيا زعلت كده وقالت له انت بتحبها ولا ايه؟ وشكلها وقعت في حب ليون يا معلم. ليون قال لها بحب مين؟ ده انا ما بكرهش حد قدها. قالت له اوليفيا اذا كان كده ماشي. بص يا عم، انا اتكلمت معاها مره قبل كده ولكنها قالت لي انها بتكره البنات اللي زيي. فبيقول لها ليون تمام. ولكن فجأة وهم قاعدين بيسمعوا صوت جاي من وسط المكتبة، بيروحوا علشان يبصوا عليه وبيتصدموا من المشهد. ماري بتتقرب من واحد من صحاب الأمير وموقعاه خالص. بتطلع ماري من المكتبة وعلى وجهها نظرات الخبث والجشع. بيقابلها الأمير مع صاحبه وبيعرض عليها يجيب لها خادم يساعدها في حياتها، فبتوافق ماري فعلا، وبيظهر على وشها علامات الانتصار كده. بيروح 2 من البنات لانجيليكا علشان يعرفوها ان الامير جاب لماري خادم،
فبتقول لهم انجيليكا هو حر ويعمل اللي هو عاوزه، وبتخليهم يطلعوا من الاوضه. بعدها انجيليكا بتقعد تعيط لوحدها، بتقول انا اتربيت علشان اساعد الامير من وانا صغيره واكون جنبه، انا بحب الامير، بس ليه هو بيعمل معايا كده؟ وكانت في قمه الحزن وقتها. ومن جانب تاني اخت ليون راحت له علشان تفهم منه اللي بيحصل، وبتقول له انا سمعت عن المشاكل اللي بتحصل مع الامير وخطيبته، انا عاوزاك تبعد عن الموضوع ده علشان ما تسببش مشاكل لعيلتنا. فبيقول لها ليون تمام، وبعدين بتسيبه وتمشي. وبعد ما بتمشي اخته بيدخل لوكسيون عليه وبيطلب منه ليون ان هو يراقب ماري ويعرف تحركاتها. فبيوافق لوكسيون فعلا وبيبدا يراقبها. وبعد فتره بتبدا حفله تبع الاكاديميه، بيتجمع ليون واصحابه الاتنين علشان يتقربوا من البنات في الحفله، وبيقولوا انهم لازم يلاقوا عروسه هنا، ولكن الثلاثه بيتم رفضهم. كل لما بيروحوا الواحده بتشتمهم وبعدين بينضربوا ويمشوا. الدنيا غداره قوي يا صاحبي. ولكن فجاه هم على الارض اوليفيا بتنده بسرعه على ليون وبتقول له في مصيبه حصلت. بيروح معاها وبيلاقي انجيليكا بتتخانق مع ماري وبتشتمها، وده بسبب انها شافتها ماسكه ايد واحد تاني غير الامير. ولكن الامير بيدافع عن ماري وكانها عملت له غسيل دماغ. لا ومش بس كده، ده بيقول انه مش شايف بنات قدامه غير ماري. وفي الوقت ده انجيليكا بتتعصب جامد وبتخلع القفاز من ايديها وبترميه على ماري، وبكده بتعلن التحدي ما بينهم الاتنين، واللي هتفوز هتمشي كلامها على التانية. ليون بيبص على ماري كده وبيتأكد انها جاية من عالم تاني زيه. بيقول في باله بعد بحث لوكسيون عليها اتأكدت انها مش من العالم ده. الامير في الوقت ده بيقول لماري اقبلي النزال وانا هكون البطل بتاعك. اصحاب الامير كلهم قالوا له واحنا كمان هنقف معاك ونكون ابطالك يا ماري. ماري كانت فرحانة جدا وحست انها انتصرت. ومن الجانب التاني انجيليكا كانت واقفة ومحدش راضي يكون بطلها، بتبص شمال يمين على اي حد يساعدها ولكن كله بيضير وشه بعيد عنها. ليون وقتها بيقول في باله لو محدش وافق يكون بطلها هتترمى في جزيرة معزولة وتعيش هناك لاخر حياتها. انا وانجيليكا مش اصدقاء وانا مش حابب اتدخل في اللعبة، بس انا مش هسيبها برضه. بتقدم ليون وبيقول لهم انا هكون بطلها. بيبصوا له الامراء كده وبيستغربوا من اللي بيعمله. بيطلب ليون من انجيليكا انها تقبل ان هو يكون بطلها. بتقبل انجيليكا فعلا وبيتفقوا على الاتي: لو ليون فاز في المعركة هتبعد ماري عن الامير، ولو الامير واصحابه فازوا فانجيليكا مش هتتدخل في امورهم تاني. واخيرا بيختاروا طريقة القتال. ليون بيقول لهم انتم الخمسة هتقاتلوني كل واحد في نزال فردي. وواحد من الامراء بيقول له بس انت كده هتموت. ليون قال له خاف على نفسك انت بس مالكش دعوة، وبدأ يستفز الكل بالكلام. عظيم يا ليون والله. المهم اتفقوا على القتال في الحلبة. حددوا ميعاد المعركة ورمى ليون القفاز على الامير تأكيدا للمعركة ما بينهم يعني، وقال له الحق ودع حبيبتك ماري علشان مش هتكلمها تاني. المهم ماري رجعت على الأوضة وكان باين عليها انها متعصبة جدا، وده علشان ليون بيتدخل في خطتها علشان يبوظها لها. وفي نفس الوقت بيكون الطلاب بدأوا يتنمروا على ليون ورسموا على جدار اوضته وعملوا رهان على مين هيكسب ليون ولا الامير، وكانت النسبة تقريبا كلها للامير. ولكن ليون راهن على نفسه علشان لو فاز على الامير واصحابه يفوز عليهم بالرهان كمان ويبقى غني. ولكن انجيليكا راحت على ليون وطلبت منه الانسحاب علشان هي عرفت ان الناس بدأوا يتنمروا عليه وهي مش عاوزاه يتأذى اكتر بسببها. بس ليون قال لها مالكيش دعوه انا هعرف اتعامل معاهم. المهم بيجي يوم النزال اخيرا. ليون بيلبس بدلته وبتجيله اوليفيا علشان تشجعه. بيقف ضد الامراء الخمسه وادرعتهم الجامده جدا، هو بيطلع لسانه للجمهور كله. جاحد يا ابني والله. بتيجي انجيليكا وبتساله عن درعه واللي كان لوكسيون جايبه في الطريق وجاي، وبيوصل اخيرا درع ليون. ولكن الجمهور فجاه كله بيضحك عليه بسبب انه شكله كبير وقديم. ولكن انتم هتشوفوا الويل دلوقتي والله. بيبدا النزال اخيرا. بيكون اللي هينافس ليون في الاول هو البنفسجي، انا هسميهم بالالوان علشان ما نتلخبطش وكده. هو بيطلب منهم الحكم يجهزوا اسلحتهم ويعرفوا باساميهم قبل بدء النزال، وبالفعل اورجواني بيطلع اسلحته. ليون هو كمان بيقول للوكسيون يخرج له سلاح يقاتل بيه. لوكسيون سمع كلامه وخرج له مجرفه. يا نهار ضحك. الجمهور كله بقى بيضحك على ليون، ولكن بنفسجي بيتعصب من ليون علشان مفكره بيستهزأ بيه. المهم بيطلب منهم الحكم يعرفوا نفسهم قبل بداية المباراة. بيعرف الاتنين بنفسهم فعلا وبتبدأ المعركة. بنفسجي بيهجم بأقصى قوته على ليون وبيطلع 4 صواريخ للهجوم معاه، ولكن ليون بيتفادى كل هجماته بسهولة وبيوقعه على الأرض بضربة واحدة. ايه يا ابن اللعيبة. الجمهور كله اتصدم من ليون. الحكام بيشوفوا بنفسجي وبيحكموا بفوز ليون. الجمهور كله مستاء من النتيجة ومحدش فرحان لليون ومش عارفين ايه اللي حصل اصلا، الا مدرس الشاي كان واقف وبيسقف لليون. انجيليكا هي كمان بعد ما شافت نظرات الجمهور وهو بيشتم ليون قعدت تضحك عليه، وكان مشهد جميل جدا الصراحه. المهم بتبدا الجوله الثانيه وبينزل احمر علشان يواجه ليون. كان متعصب من خساره صديقه وباين عليه انه ناوي ينتقم منه. دخل فعلا وقال لليون انت ما فزتش علشان انت جامد ولا حاجه، انت فزت علشان صديقي كان ضعيف مش اكتر. ليون قال له طب وريني شطارتك يا عم. هجم احمر على ليون بكل قوته، ولكن ليون صد كل هجماته وضربه ضربه وقعته على الارض. وبسبب ان احمر كان خسر ليون مرات كتير
كتيرة لما كان بيلعب اللعبة في العالم بتاعه قرر انه يبوظ الدرع بتاعه، ثبته على الارض وقطع اجزاء كتيرة من الدرع، ولكن احمر ما استسلمش ونزل من الدرع علشان يكمل قتاله. بس ليون قال له انا ما بحبش اتنمر على الضعيف، يلا امشي من قدامي. وهنا الحكام حكموا بفوز ليون في الجولة التانية. اوليفيا كانت فرحانة علشان ليون فاز، ولكن ما كانتش حابة طريقته في التنمر على خصمه. بدأ النزال التالت ما بين ليون والسياف او ازرق يعني، بس عشان ماسك سيفه كده. المهم بيقول ليون انه مش هيستقل بيه زي اللي قبله، فليون قال له يبقى لازم اقاتل انا كمان بكل قوتي. الواد اتصدم، قال له يعني انت لحد دلوقتي ما كنتش بتقاتل بجديه؟ ليون قال له ده كان مجرد هزار يا عم. بدأت المعركة فعلا. ليون رجع لورا وطلع صواريخ علشان تهجم على السياف. الواد بينضرب من كل حتة ومش عارف يعمل حاجة، وبيزعق وبيقول ليون ده اخرك بتحدف عليها صواريخ من بعيد، انت ما عندكش فخر في القتال اصلا. ليون قال له بغض النظر على ان الصواريخ مش ممنوعة في القتال انا هسيبك تجيب اخرك. هجم عليه الواد بكل قوته، ولكن ليون مسك سيفه وكسره بايد واحدة. يا ابن الجامدة. السياف وقع على الارض وكان باين عليه الحزن والقلق على الامير، وبيحكم الحكم بفوز ليون في الجولة الثالثة. وهنا بقى بدأ الامير واللي فاضل معاه يقلقوا، وعلشان هم خايفين هيضطروا يلعبوا لعب مش نظيف يا معلم. فعلشان كده واثناء الاستراحة بعت صاحب الامير اخت ليون تحط له قنابل في الدرع بتاعه، وهددها لو ما عملتش كده هيبوظ مستقبلهم هما الاثنين. وبالفعل بتروح اخت ليون وبتقول له اوليفيا وانجيليكا ان ليون تعبان ولازم يشوفوه، وده علشان يفضلها المكان وتعمل اللي هي عاوزاه. ولكن لوكسيون بيلاحظ كل اللي عملته وبيعرف ليون باللي حصل. واخيرا بيبدا النزال الرابع، وبيقول صاحب الامير لليون انه قوي ولكن مش هيفوز عليه برضه. بيحاول اخضر يلعب لعب نضيف في الاول علشان يهزم ليون، ولكن ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه. فبيقول ما بدهاش بقى، وبيبدا يفجر في القنابل الموجوده في درع ليون، وبيفكر ان هو كده خلاص هزمه. ولكنه على غير المتوقع بيكون ليون ما حصلوش اي حاجه، وده بسبب فخامه الدرع اللي صنعه لوكسيون. اخضر بيتعصب وبيبدا يهدد ليون انه هيدمر عيلته لو اذى الامير، بس ليون بيسجل تهديده وبيهدده هو بيه. الواد ده جاحد يا جدعان والله. المهم ليون بيضرب اخضر لحد لما بيقع على الارض وبيخسر، واخت ليون كانت في منتهى الحسره بعد ما ليون فاز. جمدان يا مان. وبكده ما عادش غير الامير بس. ماري في الوقت ده كانت بدات تقلق جدا، ولكن الامير راح عليها وطمنها وقال لها ما تقلقيش انا درعي مصنوع من اقوى المعادن في العالم. ولكن ماري قالت في بالها ما كلهم قالوا كده وبعدين خسروا. بعدها نزل الامير على الحلبة وسط طبعا هتاف غير طبيعي من الجمهور. ليون وقف وسأل الامير عن رايه في اوليفيا، ولكن الامير قال له هو ما كلمهاش قبل كده فعلشان كده ما يعرفش حاجه عنها. ليون قال له تمام، وجهز الاثنين علشان الجوله الاخيره. وبس لحد انتهى الجزء اللي فات بعد ما نزل الامير علشان يواجه ليون، وبيكون الجمهور بيشجع الامير وبيتمنى ان ليون يخسر، وبتبدا المواجهه اخيرا ما بين الاثنين. وكان الامير على عكس اصدقائه قوي جدا وبيقاتل بشجاعه، ووقتها ليون مدح الامير وقال له انه قوي مش زي اصدقائه. بس الامير اتعصب وبدا يهجم على ليون اكتر، وكان الامير بيقول انه مش هيسمح لحد انه يبعده عن ماري لحظه. فليون قال له ان انجيليكا بتحبك ومستعده انها تضحي بحياتها علشانك، بس الامير قال له انها معجبه بيه علشان هو الامير مش اكتر، وده على عكس ماري واللي بتحب الامير علشان شخصيته. فبيضحك ليون وبيقول له انها ضحكت عليك ووقعتك في حبها، بس الامير بيتعصب وبيقول له انه مش هيخسر في المعركه حتى لو كلفته حياته. وفي وقتها انجيليكا سمعت الامير وعرفت انه بيحب ماري من قلبه، وكانت في منتهى الحزن. ولكن بتقوم اوليفيا وبتبدا تدافع عن مشاعر انجيليكا، بتتكلم بأعلى صوتها وبتقول ان زي ما الامير بيحب ماري انجيليكا هي كمان بتحبه، وهي عملت كل ده بس علشان تكون جنب الامير مش اكتر. بس وقتها الامير بيزعق وبيقول انا ما بحبش غير ماري، ومشاعر انجيليكا هي عباره عن اجبار وانا مش عاوزها. يا ابن الرخمه، طب راعي مشاعرها شويه طيب. فبيتعصب ليهم من كلامه وبيخلص على الامير بضربه واحده. الدرع بتاع الامير اتدمر وهو كمان اغمى عليه، وطبعا الجمهور كله كان مستغرب وما حدش مصدق اللي حصل في المعركه، وازاي مجرد ريفي قدر يهزم 5 من الامراء لوحده. بس ليون كان فرحان وفي قمه الانبهار من نفسه. وبعدها انجيليكا راحت وشكرته على فوزه، وبعدين سابته بسرعه ومشت، وكان واضح على وشها انها زعلانه جدا من اللي حصل. واوليفيا كانت متضايقه من ليون علشان بالرغم من انه فاز في المباراه ما كانش لازم يتنمر على الامراء بالطريقه دي، ولكن ليون كان بيعمل كل ده لمصلحه الامير والمملكه علشان طبعا ينقذوا من ماري وخبثها. وتاني يوم بعد الاختبار بتروح انجيليكا علشان تزور الامير وتشوفه بقى كويس ولا لا، ولكن الامير لما بيفوق بيقول لها انت ازاي بتتجرئي وتيجي تشوفيني بعد كل اللي قلته ده؟ والله الكرامه في اجازه يا انجيليكا. انجيليكا بتقول للامير انا جايه هنا علشان اتمنى لك حياه سعيده مش اكتر، وبعدها بتسيبه وتمشي.
وليون في الوقت ده كان راح على كبير عائلة أنجيليكا أبوها يعني، دفع له جزء كبير من ثروته وده علشان يخفف من عقوباته بعد ما فاز على الأمير وهزقه، وكان كل طلباته إن هو ما يتقتلش وعيلته ما يحصلهاش حاجة. فأبو أنجيليكا سأل ليون وقال له هو عمل كده ليه من الأساس وهو كان ممكن يتجنب المشكلة كلها. فليون قال له علشان ما اسمحش الأمير إن هو يتخدع من واحدة زي دي. الراجل قال له تمام وانبهر منه وعرفه إن أنجيليكا والأمير انفصلوا رسمي، وطلب من ليون ياخد أنجيليكا يفرفش عنها شوية في الريف علشان هي حالتها اتدمرت بعد ما تم إلغاء خطبتها من الأمير وكده. فليون قال له تمام، وبعدها ليون كان عارف إنه هيتم فصله من الأكاديمية بسبب اللي عمله، وكان باين عليه الحزن علشان هيسيب صحابه ويمشي. بعدها بيركب كل من أوليفيا وأنجيليكا على سفينة ليون للذهاب إلى موطنه، وفي الطريق بيكون باين على أنجيليكا الحزن من نفسها واللي حصل لها، ولكن أوليفيا بتحاول تخفف عنها شوية، وليون هو كمان بيحاول يتجنبهم على قد ما يقدر علشان ما يتدخلش في قصة اللعبة ويعيش حياة طبيعية. بيوصلوا على بيت ليون فعلا. العجوزة مرات أبو ليون ما بتقدرش تتكلم بعد ما بتعرف إن أنجيليكا هنا، ده علشان هي من العائلة الملكية وكده، وليون كان في قمة السعادة وقتها. بيعدي الوقت وبيفرجهم ليون على الجزيرة، وبدأ مزاج أنجيليكا في التحسن ولكن مش قوي يعني، فعلشان كده ليون راح عليها وقال لها أنت عاوزة تنتقمي من ماري صح؟ أنجيليكا اتحمست وقالت له أيوة. ليون قال لها أفضل طريقة للانتقام هي إنك تعيشي مبسوطة بنفسك وتفكك من اللي حصل. أنجيليكا فهمت الكلام كده واستوعبته، وأوليفيا هي كمان وعدتها إنها تساعدها إنها تبقى أحسن، وكان الاتنين في قمة البهجة والسرور مع بعض. ومن جانب تاني وعلى غير المتوقع بيتم حرمان الأمير وأصدقائه من الميراث بشكل رسمي، وأصبح الأمير مش ولي العهد ومش هو اللي هيكون ملك للبلاد. وطبعا ماري بعد ما عرفت باللي حصل ما اقولكوش على كمية الإحباط اللي جات لها، جمدان جمدان يا مان. وعلى عكس الأمير وأصدقائه ما كانش فارق معاهم غير إنهم هيكونوا مع ماري أكتر. وبيعدي الوقت واخيرا بيجي وقت محاسبة ليون على اعماله. بيقعد قدام القاضي وبيسأله ليون لو في حاجة هتحصل لعيلته ولا حاجة، ولكن القاضي بيقوله ما تقلقش مفيش حاجة هتحصل لهم. وبيعرفهم القاضي انه هيتم منح ليون لقب رسمي من الملك بنفسه، وده علشان ليون وقف قدام قرار الامير الساذج وقدر يهزمه. ليون اتصدم، كان مفكر انه هيتعاقب بس دلوقتي هيتم تكريمه من الملك بنفسه. لعيب يا ابني والله. بيتم تكريم ليون فعلا وما بيتفصلش من المدرسة. بيقعد كده على كرسي وبيجيله لوكسيون يعرفه باللي حصل مع ماري والامير. بيقولوا لوكسيون انهم دخلوا الديماس ونزلوا في طوابق اكتر علشان يتدربوا ويفوزوا عليك، وكان باين عليهم انهم كلهم مبسوطين الا ماري كانت في قمة الحزن. وقتها ليون فرح كده وتحس انه كان شمتان فيها، وجات له انجيليكا واوليفيا علشان ياكلوا مع بعض في مطعم، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بتعمل المدرسة احتفالها ومهرجانها السنوي، وبيبدأ ليون هو وانجيليكا واوليفيا يظبطوا في المكان، وكان واضح ان العلاقة ما بين انجيليكا واوليفيا كبرت وبقوا صحاب على الاخر. وبعد شوية بتدخل اخت ليون عليهم علشان تخليه يحل لها مشكلة ليها كده، بس بتكون هي اللي غلطانة وما بيرضاش ليون يساعدها، فبتتعصب وبتشتم فيه هو واوليفيا، ولكن ليون وانجيليكا بيدافعوا عنها، فبتتعصب اخت ليون تاني وبعدين بتمشي. وبعدها اوليفيا شكرت ليون علشان دافع عنها وبصت له بصة كده كلها حب وامتنان. يا ابن اللعيبة. من جانب تاني الامير واصدقائه عملوا هما كمان مقهى، قال ايه علشان ينافسوا ليون فيه ويفوزوا عليه يعني وكده، وده كان طبعا من تخطيط ماري. بدأ المهرجان فعلا وبيستعد كل من ليون واصدقائه علشان الحفلة. اوليفيا طلعت بره علشان تجيب زباين وتنده على الناس وكده، بس مفيش حد معبرها، لا والكل كمان بيعملها معاملة مش كويسة. بس فجأة بتنده عليها بنت كده علشان تروح معاها على المقهى بتاعهم، فبتفرح اوليفيا جدا وبتاخدها معاها. وكانت انجيليكا في الوقت ده جالها طلب انها لازم تحضر بره المدرسة علشان في ضيف مهم هي لازم تدخله. بتروح فعلا وبتقابلها، دي الملكة اللي جابها هنا، واتضح انها بعد ما عرفت باللي عمله ليون اعجبت بيه وجايه هنا علشان تشوفه. يعني ده شكلها تلعب ولا ايه؟ في نفس الوقت كان في مجموعة من البنات دخلوا على المقهى، وهم ما كانوش جايين يشربوا شاي ولا حاجة، دول كانوا جايين علشان يتنمروا على ليون مش اكتر، وعلشان ما ينفعش ليون يضرب حد من العائلات الملكية ساب العيال يضربوه. وهنا الملكة بتدخل وبتشوف اللي بيحصل وبتتصدم، بتقول لهم وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده، بس البنت دي ما بتسكتش وبتقول لها انت مين انت كمان يا عجوزة انت. الملكة اتصدمت، والظاهر ان البنت ما تعرفش ان هي الملكة. ليون بص عليها كده وعرفها وقال بس يبقى هي دي فرصتي علشان ارد حقي. قام على العيال كلهم وكسرهم، وكان بيعمل كل ده حجة يعني علشان يضرب الناس اللي شتمت الملكة. جامد يا ابن والله. ولكن الملكة ما حبتش سلوكه ووقفته عن اللي بيعمله. قعدوا مع بعض وبدأت الملكة تشكر ليون على اللي عمله مع الامير واصدقائه، وليون كان سايب ده كله ومركز في جمال الملكة. وبعد ما خلصت كلامها ليون راح عليها وقال لها تتجوزيني يا ابن اللعيبة. الملكة وشها احمرت وقالت له بس انا عندي زوج واطفال، بس ليون قال لها ما يهمكيش
انا بحبك انتي. وهنا الامير جه من وراه وضربه على دماغه. يستاهل الصراحه. الامير اخد امه وراح على المقهى بتاعهم، قعدت هناك وبدات تعاقبه على اللي عمله، واللي زود في العقاب ان الامير ما بعدش عن ماري زي ما وعد انجيليكا، ودي طبعا صفه من صفات المنافقين. نرجع بقى لليون، واللي بتدخل عليهم بنت كده اسمها كارا، بتطلب من ليون ينقذ عيلتها من الخطر اللي هم فيه. ليون بيبص لها كده وبيحس بنظرات الخبث منها، وشكلها ناويه تعمل له مكيده ولا ايه. وبس لحد هنا بينتهي الجزء الثاني. لو عاوزين الجزء الثالث اكتبوا لي في التعليقات. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.